عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنت شيعي؟ آه شي... نعم شيخنا، قول الإمام علي عليه السلام حجة عليك ملزم إليك. إيش القول اللي هو حجة علي؟ ما هو؟ قول الإمام علي عليه السلام الثابت الصحيح عندك أنت في إيه أكيد تراثك، أكيد. حجة عليك وملزم اسمعني يا إليك. أستاذ، اسمعني. يلا خليه يجاوبك يا أستاذ، خليه يجاوبك يا أستاذ. قول علي بن أبي طالب أو قول عمر أو قول أي إن كنت تقصد قوله هو فهو يا أستاذ يعني يعرض على الكتاب والسنة. إن كنت تقصد قوله نقله من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤخذ من أيا كان، لكن بفهم أهل السنة لا بفهم الأعوج، بفهمك أنت. تفضل يا أستاذ، إجابتك. الله يحفظك. يعني الآن قول أهل السنة مثلا ما قاله أو نقله مسلم في كتابه في صحيح الرواية 1757 عندما قال أن أبو بكر وعمر كاذبان آثمان غادران بشهادة علي بن أبي طالب وبشهادة العباس سيدي وإمامي العترة، ولأنهما اغتصبا الإرث وأيضا اغتصبا الإمام هذا كلام العباس والولاية. يقوله أبو لعلي بكر يا أستاذ. ادعى أنه هذا ولي كلام. رسول الله اسمعني يا أستاذ، وعمر ادعى اسمعني. أنه ولي خلص رسول خلص الله خلص 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 واغتصبا. خلص 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 خلص. أول شيء يا أستاذ، هذا يسمى كلام الأقران. كلام الأقران.